السلام عليكم، أهلا وسهلا فيكم حبايب قلبي متابعيني. إن شاء الله تضلوا بخير دائما، وإن شاء الله يا رب كل أيامكم سعيدة وحلوة. إن شاء الله يجعلها سنة خير عليكم هاي الشتوية. اليوم الأكلة جدا جدا مفيدة وجدا طيبة، إن شاء الله تنال إعجابكم. قبل ما نبدأ الفيديو لازم نصلي على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، لأنه هي الأكلة كان يحبها سيدنا محمد. الأكلة هي يقطين باللبن أو مكمور مثل ما بتسمى عندكم. هذا اليقطين بيجي يقطين مو حلو، يقطين مالح مثل ما شايفين. أول شي جبت راس اليقطين، قشرته بهي الطريقة، وكتير سهل إنكم تقشروه بقشارة البطاطا. مثل ما شايفين. طبعا قشارة البطاطا لازم تكون نوعيتها منيحة لأنه قشرتها قاسية، كتير رح تغلبكم إذا كنت تقشروها بالسكين. أول شي طبعا جبنا راس اليقطين. الوزن اللي جايبته أنا 3 كيلو. فيكم تحتفظوا فيه قد ما بدكم. قشرته مثل ما شايفين كله لحتى وهو يعني هو دائري، أفضل ما تقشروه حس بحس. بعدها قسمته وننظف قلبه. وطبعا مثل ما انتم بتعرفوا انه اليقطين اكل جدا جدا مفيدة. هلا وقتها كتير منيحة لانه بالشتاء بتعرفوا بتقل مناعة الجسم للاطفال او للكبار. اول شي بتقوي الجهاز المناعي ومضادة للامراض السرطانية، سبحان الله. يعني مضادة للخلايا السرطانية. افتحوا عليها لليقطين وفوائده جدا عظيمة. لازم نعود اطفالنا ياكلوا الأكلات المفيدة، لو كانت ممكن تكون غريبة عليهم أو ما يتقبلوها، بس لازم نعود أولادنا إنه هن ياكلوا الأكلات المفيدة. وإن شاء الله يا رب تنال إعجابكم طريقة اليوم بطبخ اليقطين. أول شي بعد ما قسمتها فضيت البذر من قلبها، وممكن تحتفظي بالبذر. أحيانا إذا كان الراس كبير بيطلع منه بذر منيح، وبيطلع منه هذا اللون البردقاني اللي شفتوه الغامق. في منه ناس بتعمله يقطين، يقطين اللبن بتعمله حلو، يعني معقود مربى اليقطين. وكمان إن شاء الله إذا بتحبوا بجربكم طريقة اليقطين بالطريقة الحلو، يعني بالمربى. اكتبوا لي بالتعليقات إذا حابين نجربه مع بعض. أول شي قمت البذرات، وإذا بتحبوا فيكم تنشفوهم وتحمصوهم كمان بالشتوية تتسلوا فيهم بالليل. وبعدها رح بلش بتقطيع اليقطين. فيكم تقطعوه مكعبات كبيرة. في ناس بتحب القطعة تكون كبيرة بقلب اللبن، وفي ناس بتحب القطعة تكون صغيرة. أنا من جهتي بحب إنه القطعة تكون صغيرة مشان الأولاد تسهل عليهم أكلها. يعني بتعرفوا الولد إذا شاف القطعة كبيرة ممكن يتلبك فيها، لهيك بحب إنه أقطعها قطعة صغيرة. أول شي قطعت اليقطين بهي الطريقة. بعد ما قشرناه راح أقطع باقي الكمية كلها بنفس الشكل والحجم. وبعدها راح ورجيكم. ما شاء الله كميتهم طلعت منيحة. أنا الراس اللي جبته 3 كيلو. طبعا على حسب الكمية اللي انت بدك اياها ممكن انك تجيبي راس اليقطين، ممكن تحتفظي فيه بنفس هذا الشكل بالفريزر، بس مو وقت طويل بتخرب. إذا بدك تحتفظي فيها وقت طويل لازم تتركيه الراس مثل ما هو. إذا بدك تطبخيها يعني مو تطولي كتير كتير فيها بالفريزر. بعد ما قطعتها رح بلش أول مرحلة بنبلش فيها باليقطين، هي بنقلي اليقطين. رح أحط زيت غزير واختبره بس لحتى يحمى منيح مثل قلي البطاطا. قليه كتير سهل. مثل ما ذكرت لكم أول شي، إذا بدكم تحتفظوا فيها بالفريزر ما تطولوا عليها كتير، والأفضل إنه تطبخوها دغري تازة، أو تتركوه الراس مثل ما هو تحتفظوا فيه لوقت بدكم تطبخوه. القلي اليقطين رح يكون مثل قلي البطاطا بطريقة سهلة. عم حبيت هيك ورجيكم اللون. رح يكون لون مزهر مثل البطاطا فرد شكل، والراس اللي أنا جبته عفوا طري. بعد ما قليت أول وجبة رح كمل باقي الكمية كلياتها وبرجع لكم بالفيديو. وأهم شي تحطوا محارم المطبخ مشان تغب الزيت. بتعرفوا الزيوت الزيادة مو كتير منيحة ومضرة. وهي الكمية كلها بعد ما قليتها. إذا بتحبي فيكي تقلي اليقطين وتقشري قبل بيوم، وتاني يوم بتطبخيه هيك
بوقت أقصر، لأنه فيها مراحل وبتاخد وقت. أول شي ضفت زيت، وبعدها رح ضيف البصل المفروم وسط، أو إذا بتحبي أكبر أو بتحبي ناعمة إذا ما بتحبي تبين البصل بقلب الأكلة. وبعدها رح ضيف اللحمة. طبعا البصل واللحمة انتو مثل ما بتحبوا فيكن تضيفوا، فيكن تكتروا، فيكن تقللوا على حسب ما بتحبوا ومتوفر عندكم. رح ضيف له رشة ملح ورشة فلفل، وقلي اللحمة لحتى تبلش تستوي عندي. وبس لقيت اللحمة استوت منيح، رح نزل فوقها اليقطينات اللي قليناهم بعد ما كانوا صفوا من الزيت، رح أقليهم مع اللحمة والبصلة. وبعد ما قلبتهم رح ضيف لهم كاسة من المي، واتركن على نار هادية لحتى يغلوا شوي. وبعدها بنبلش بتحضير اللبن لبين ما تستوي عندنا القطيمة. بتاخد وقت طويل، مو أكتر من 10 دقايق أو ربع ساعة. اللبن اللي ضفته لبن تقريبا كيلين ونص مقدار اللبن لل3 كيلو يقطين. أول شي ضفت بيضة، وبعدها رح أضيف 5 معالق من الطحين. طبعا هلأ عم بلش بتحضير اللبن وشوي اللبن لبين ما تكون صارت عنا اليقطين وغلت. بعدها رح تضيف النشا بالتدريج، وحركهم منيح للبنات لحتى يتجانسوا مع البيضة والنشا. وبعدها رح تضيف لهم معلقة من الملح. وطريقة الشوي اللبن اللي شفتوها هي نفس الطريقة اللي بستخدمها لكافة أكلات اللبن. بيطلع معي اللبن طعمته بتشهي مثل العسل ومتناسق. بضيف المكونات كلها على البارد، وبعدها رح أحطهم على نار هادية وضل قلبهم. بتعرفوا اللبن هو شغلته بس بالتقليب. رح ضل قلب اللبن لحتى يبلش يغلي عندي، وبعدها بشوف اليقطين مثل ما شايفين اليقطين بلش يغلي. رح أضيف له جوز، وطبعا الجوز اختياري إذا بتحبوه. وبعدها راح أقلبهم وأطفي عليهم، هيك صاروا جاهزين. وهلأ اللبن عندي بعد ما غلى وأخد وقت طبعا بالتحريك لحتى نشوى اللبن وبلش يغلي. بس لقيته هيك بهذا الشكل بلش يغلي. بلش بضيف له اليقطين. طبعا كل يعني اليقطين مع المي اللي بده يطلع منها كل رح نضيفها فوق اللبن. إذا بتحبوا مشان يعطي طعمة للبن بيعطي طعمة اليقطين. إذا بتحبوا فيكن تصفوا اليقطين وتضيفوه بدون ميته. إذا حطيتوا بس كاسة للكمية اللي قلت لكم عليها ما بيطلع منه كتير مي، مقدار أقل من نص كاسة مي من اليقطين، بس رح يطلع طعمة اللبن طعمته مثل العسل. لهيك بنصحكم إنه تطبقوا الطريقة بحذافيرها لحتى تاخدوا أطيب أكلة يقطين باللبن. بعد ما ضفت كل كمية اليقطين على اللبن رح أقلبهم منيح لحتى يتناسقوا شوي. وبعدها رح أتركهم تقريبا 10 دقايق أو أكتر لحتى يغلوا مع اللبن، وهيك تصير طعمتهم متناسقة مع بعض. وبعدها رح أطفي عليهم، بتكون أكلتي صارت جاهزة اليقطين بلبن. وطبعا مثل ما معروف اللبن في ناس بتحب تاكله سخن، وفي ناس بتحب تاكله دافي يعني ينترك شوي، وفي ناس بتحب تاكله يكون بارد منيح. أنا بحب أكله شوي دافي، يعني بعد ما أطبخ اللبن بتركه لحتى يبرد شوي، وبكون حضرت الرز أو البرغل إذا بدي أطبخ رز أو برغل. وهلا رح بلش بتحضير البرغل. أطيب شي جنب اليقطيني بلبن البرغل، وطبعا اختياري ممكن تعملي رز مثل ما بتحبي. ضفت الزيت وبعدها ضفت السمنة والشعيرية. طبعا الزيت مهم ليعطيها لمعة لحبة البرغل. وطبعا الكمية اللي انت بتحتاجيها لعيلتك فيكي يعني تحضريها. قليت الشعرية لحتى أخذت اللون الذهبي. وبعدها رح ضيف لهم المي. أنا استخدمت كاستين برغل، رح ضيف لهم 3 كاسات من المي. وبعدها رح ضيف لهم معلقة من الملح، وغطيهم لحتى تبلش تغلي عندي المي. رح أحط لهم البرغل المغسول ورح ضيفهم فوق المي المغلية. رح أضيف البرغل الكمية اللي قلت لكم عليها أنا استخدمت فيها البرغل. رح أقلبهم شوي واتركهم لحتى يبلشوا يغلوا مثل طبعا طريقة طبخ الرز. رح أتركهم ليغلوا بعدها هديهم تقريبا 10 دقايق ربع ساعة، بيكون صار عندي البرغل جاهز مثل ما شايفين مفلفل وأحلاه وطيب. كتير بحب البرغل بشعيرية أنا وعيلتي. وهلأ صارت أكلتي جاهزة، إن شاء الله تنال إعجابكم. أكلة جدا مفيدة وصحية وطيبة بالشتاء.
إن شاء الله يا رب يكون الفيديو نال إعجابكم وعطيتكم طريقة مبسطة لأكلة اليقطين باللبن، طريقة كتير سهلة وشغلها ممتع وما بتاخد وقت كبير، بس طعمتها عن جد طيبة وبتشهي. بنصحكم كتير تجربوا هاي الأكلة لعائلتكم، ولازم أي أكلة بتشوفوها مفيدة لو الأطفال أول فترة ما حبوها معلش مرة على مرة بيتعودوا على الأكلة اللي أمهم بتعملها، لهيك لازم تضلي تسابري على الأكلات المفيدة والصحية لأولادك لحتى يتعودوا عليها وياكلوها. طبعا أولادي أنا بحبوها لأكلة اليقطين، كانت تجربة كتير طيبة. لأنه عن جد أكلة ممتعة وبنفس الوقت صحية. عم بدقركن على كلمة صحية لأن عن جد وقت قريت على فوائد اليقطين ما شاء الله يعني فوائدها كتير كبيرة. لهيك بنصحكم تجربوها، وإن شاء الله يكون الفيديو نال إعجابكم لليوم، يكون خفيف ونظيف عليكم. لا تنسوا اللايك، وإن شاء الله ألف صحة وهنا وبأمان الله.